انا اكتر حاجه عايز افهمها بقى في الوجود، ازاي احنا في شهر 8 2026 ولسه كوكا وطاهر في الاهلي؟ وبجد بقى اللي جنن اكتر مش فكره ان الاثنين دول بيلعبوا وبيشاركوا، لا خالص خالص نهائي. الفكره بقى في ايه؟ ان الناس دي لسه العقود بتاعتها متمدده معانا لغايه بين 2030، مش فاكر كام، بس عقودهم لسه قاعده معانا شويه. اللي هو انتوا عايزين تخلصوا مننا؟ طب احنا قاعدين على قلبكم اهو بالعافيه. يعني بجد واحد زي طاهر ده، لا الموضوع صعب، الموضوع صعب قوي، الموضوع واصل لحته مش حلوه خالص. يعني هتاف الجمهور ضدك ده اكبر دليل ان انت ضايع، انت واعي، انت ما جيتش. الجمهور ما بيجيش على حد ولا بيهتف ضد حد من اللعيبه او من الفريق عامه غير لما بيكون شايف ان هو ما ينفعش قولا واحدا. اما انت بقى فانت حكايتك حكايه. انا لغايه دلوقتي مش عارف انت بتلعب في الاهلي ازاي ولعبت في الاهلي ازاي، اللي انت جيت ازاي اصلا؟ يعني مين ابن اللي شافك وجابك واقتنع بيك يا جدع؟ ده انا بدات اكره الكوره بسببك وبسبب اللي انت بتعمله. اما بقى عن عموته فانا مش هحكم عليك دلوقتي، ولا اي حد هيقدر يحكم عليك دلوقتي. بس موضوع ان انت تبقى خسران اتنين وتكسب تلاته، ده مؤشر كويس. تبديلات ممتازه، قادر ان هو يخلق منها فرص هجوميه، وده اللي ساعده في المكسب. طول ال 90 دقيقه واقف على الخط ومصحصح، شخصيه كده تخلي اللاعب جوه الملعب خايف يعمل غلط. فانا مستبشر خير بصراحه. وزي ما بنذم في ناس لازم نشكر ناس. يعني واحد من ضمن الناس لازم تشكر مروان عطيه. مروان عطيه بقاله كتير قوي يا جدعان شايل نص ملعب النادي الاهلي لوحده. وطبعا ده بعيد عن الجول بقى، عشان كلنا شفنا الجول وحلاوه الجول وشفنا المسافه والتصويبه والفيجن. يعني ربنا يحفظك يا ابني، ربنا يحفظك ويبعد عنك الاصابات. وصدقني بقى انت مش كابوسك السيد زيزو، انت كابوسك ده اللي منغص عليك حياتك، ده مش خليك عارف تعيش. وعن اسست الموسم وخلاص، ما حدش يتكلم معايا. وحكم على الصفقه دي، انا اشتريته مطمن خلاص. انا عايز افهم ازاي في حد عاقل ومدرب عاقل ما يلعبش بن شرقي؟ يعني ازاي يكون معاك الفاكهه دي وتقعدها على الدكه؟ ده انت معاك كنز، ده انت معاك ثروه قوميه المفروض ما تظهرش قدام الناس. يعني يبقى معاك بن شرقي وتقعده على الدكه؟ يا اخي حرام عليك. يلا هو غار في داهيه وارتحنا منه. وبن شرقي اثبت ان هو ما كانش يستحق اللي كان بيحصل معاه. وفي النهايه انا مستبشر خير، وان شاء الله الدوري اهلاوي وبس كده. سلام.